عظم الله اجرك يا بابا. شكر الله سعد. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا الفيديو هذا ترددت كثير انه انا اصوره او نطلع لكم نحكي. طبعا الكل بيعرف الظروف اللي عدينا فيها، بتعرفوا مين فقدنا، مين راح من حياتنا. نفسيتنا كثير تعبانه، ما إلنا نفس لا نصور ولا نعمل اي حاجه، بس كثير بتجينا تعليقات صوروا لنا فيديو واحكوا لنا شو اللي صار. بداية مش عارفين نعزيكم ولا نعزي حالنا، اللي حاسين فيه الشعور والاحساس ما بينوصف، مش عارفين نعبر عن الشعور اللي حاسين فيه. احنا ما فقدنا انسان او انه شخص يعني بنعرفه، احنا فقدنا ابن واخو وصاحب وكان سند. اللهم ارحم من كان بيننا ينتظر رمضان، والآن هو في جوارك في دار الأمان. اللهم آنس وحشته في القبور، وابعثه ضاحكا مستبشرا يوم النشور. زي ما حكى لكم بابا توفى نبيل ابن عمته الله يرحمه. بهذا الفيديو بدنا نطلب منكم كلكم تدعوا له بالرحمة، الله يغفر له ويكون من أهل الجنة يا رب. ونتمنى كل حدا بيشوف هذا الفيديو يدعي له بالرحمة كل يوم، يصلي كل ما يصلي يعني يدعي له بالرحمة. الله يرحمه. طبعا نبيل حاليا له تقريبا 9 أيام متوفي. بصراحة الظروف اللي عدينا فيها، النفسية اللي عدينا فيها، والله العظيم كأنه حلم. ما كنا مصدقين إنه نبيل راح، إنه نبيل ساب الدنيا ومشي. بكيت عليه كثير، زعلت عليه كثير بصراحة. يعني لو يعني كأنه أكثر من ابني، كأنه أكثر من أخو وصاحب وصديق وابن وسند، يعني كل حاجة بتحكيها ما بتوفي، الكلام ما بيوفي حق نبيل. والموجع أكتر من هيك إنه نبيل توفى وهو برا البلد، مش في بلدنا، يعني مش حوالين أمه وأبوه وإخوته. ما حدش قدر يودعه غير على الكاميرا. طبعا أكيد الكاميرا قد ما تكون بتوري، بس مش هتعوض لما يعني يودعوه هيك وجه لوجه ويشوفوه. بس الله يرحمه، وإن شاء الله هيك بكون لهم. في مصر كان بالنسبة له هو أكثر من أخو، أكثر من سند، أكثر من صاحب. كانوا طبعا يصوروا مع بعض. نبيل طلع تقريبا في نص الحرب يا تالا. طلع على مصر، لأنه طبعا كنا احنا بنعيش ظروف مأساوية هنا في غزة. كان هو حدا بعيش معه اللي هو لأبو الجود، كانوا طول الوقت مع بعض، بيطلعوا بينزلوا، كانوا يقضوا رمضان مع بعض. للأسف احنا كمان كم يوم دائما احنا بنحكي يعني إن شاء الله يا رب يجينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، بس للأسف إنه رمضان هذا احنا فاقدين نبيل. زي ما انتم سامعين طبعا احنا كثير قراب من منطقة حدودية، اليهود بطخطخوا. عمال انا كنت اصور قطعة التصوير. احكي لهم يا تالا. المهم خليني احكي لكم القصة باختصار. نبيل اذا بتعرفوا اصلا صار له يمكن 5 أشهر او هيك اشي متزوج، ما لحقش يفرح. طبعا لسه عريس جديد نبيل. عريس كان يا تالا له تقريبا 4 شهور متزوج. سبحان الله صور مع ابو الجود فيديو انه هو عريس. كانت يعني الفكرة هيك من باب الدعابة ان شاء الله بكون عريس بالجنة يا رب. فان شاء الله يا رب يكون عريس في الجنة. على فكرة تعرفش تلبس موديل انت. قولوا بخير ان شاء الله يقفلك. ما كان في القلب كيف العين تفقده، إن غاب عن بصري فالقلب يبصره، والبعد بعد إذا الأرواح قد بعدت، إن غاب عن سكني فالقلب مسكنه. شو سبب وفاة نبيل؟ يا اخوان نبيل ما كانش فيه ولا اي حاجة، كان صحيح سليم معافى 100%. يعني انا دائما كنت احكي عن نبيل انه جبل، نبيل سند. طول الوقت بيطلع هو وبجود بينزلوا مع بعض، بيصوروا مع بعض. فتقريبا من اقل من شهر، يمكن تقريبا 25 يوم، نبيل فجأة هيك تعب. اخذوا ابو الجود يعمل له فحوصات في المستشفى، فحكوا انه هلا لازم انه يعني يبات في المستشفى، وعملوا له شويه الفحوصات، اكتشفوا انه عنده كانسر. الكانسر للاسف يعني ما كان حاسس فيه، لكن كان متفشي بكل جسمه. انا وخالد سالم ويوسف شغل سجلها غالية خلي سجلها في خلال 25 يوم نبيل وضعه يعني صار سيء جدا. في اليوم ال 25 تقريبا كان للاسف الخبر الصاعق اللي صدمنا، اللي كنا يعني كانه حلم. يعني ما حدا فينا في غزه صدق، يعني كلنا بكينا عليه بدل الدمع دم.
في اليوم ال25 حكوا نبيل توفى. وكانت وفاته يوم جمعة بالليل، يعني كلنا هيك انصدمنا، صحينا من النوم على أخبار نبيل. الله يرحمه ويغفر له ويصبر عمته وأبوه وإخواته وإخوانه يا رب. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يواصي خبرك بالياسمين. نبيل تقريبا حاليا له 10 أيام أو 11 يوم متوفى. إن شاء الله يا رب هيك يكون ارتاح من تعب الدنيا. نبيل عانى في غزة، نزح من بيتهم مرات، تعب يعني تعتس، طلع في غربة، يعني طلع لمصر، لكن سبحان الله يعني الخيرة فيما اختاره الله. ربنا اختاره انه يكون شهيد، لانه اللي بيكون بعيد عن اهله في غربة شهيد، واللي بيموت مبطون يعني بمرض طبعا هذا كمان نحتسبه عند الله انه يكون شهيد. بصراحة كل الكلام اللي ممكن نحكيه ما بوفي نبيل حقه. كان نعمة الشاب الخلوق المؤدب، كل الصفات الطيبة والحلوة والجميلة اللي في الدنيا، يعني بكفيك انه كان ما يطلع على الكاميرا غير تشوفه دائما مبتسم او بشوش. عدت فترة حاليا يعني شوية هيك قادرين نحكي ونتكلم. اليومين اللي مضوا كيف كانت نفسيتنا يا تالا؟ صح، كنا كثير يعني متأثرين بنبيل، لأنه إجا موته فجأة، ويعني عمته عندنا هون في المنطقة كنا بنروح عندها، ومع قد ما هي كانت تعبانة جد يعني أثرت فينا كلنا. وفي ناس بتسألنا شو بقرب لكم نبيل؟ لأنه ما كنا نشوف نبيل معاكم. نبيل يا إخوان بكون ابن أختي طبعا الكبيرة، بكون هو ابنها الكبير البكر. طبعا نبيل شهيد، ابن شهيد، أبوه استشهد في 2009. طبعا أنا ما كنتش لسه متزوج، فنبيل نشأ يتيم وهو ابن شهيد وغادر الدنيا شهيد. عاش غلبان ومات غلبان. كان دائما يعني بحاول انه يعمل، يعني يساعد الناس اللي حواليه، يعمل اي حاجه. يعني في ناس كثير بتحكي لنا عن نبيل في اخر ايامه وهو على سرير المرض. كنت اكلمه واحكي له يا خالي خلي ايمانك قوي بالله، خليك قوي، ان شاء الله راح ترجع انت يا نبيل قوي، ان شاء الله راح ترجع بالسلامه وراح نجي لك على مصر نطمن عليك. كان هو نفسه يروع على غزه او احنا نيجي عنده على غزه. فكان اخر كلامه معايا يحكي لي يا خال يلا شد حيلك، عنده فتح المعبر عشان نشوفك، لانه كان عارف المعاناه والنفسيه الصعبه اللي عشناها احنا في غزه. حبيبي خلي لك وحشه والله، مشتاق لك. طمنا عنك، كيف امورك؟ ايش عامل؟ ايش مسوي؟ كيف الاوضاع؟ الله يعينكم ويهونها عليكم ان شاء الله يا رب. فكان بيحكي لي يا خال بس تجيني على مصر بدي افسحك الله يرحمه، ادعوا له يعني. ما كان في القلب كيف العين تفقده. هو ادعوا له بالرحمة. توفى قبل ما احنا اصلا نسافر ولا نلتقي فيه ولا اي حاجه. الله يرحمه ويصبر اهله يا رب، ويصبر مرته كمان. هو كان عريس وان شاء الله هلا بكون عريس بالجنه. بنطلب منكم تدعوا لنبيل كثير والله يعطيكم العمر يا رب. اي حد بيشوف هذا الفيديو ترحموا عليه، وان شاء الله ربنا بيغفر له وبكون من اهل الجنه يا رب. فليتك لو بقيت لضعف حالي وكان الناس كلهم فداك. كان يبعث لي فويسات يحكي لي يا خالي بستناك في مصر، طمنا على زين، كيف زين؟ لانه هو كان تابع معايا انه لما زين تعب وعملنا له العمليه كان يحكي لي يا خالي هاتوا على مصر عشان يتعالج. بصراحه انه كان فراق نبيل صعب كثير عليه، وانا بدي اعزي من مكاني هنا من غزه، بدي اعزي اخويا ابو الجود. ان شاء الله يا رب انه نجتمع في نبيل في الجنه. دعواتكم كثير لنبيل، يعني ما تملوا يا اخوان من الدعاء لنبيل، لانه كان كثير خلوق وطيب، كان دائما بيعمل خير. بحدثني اخويا نضال بحكي لي في يوم من الايام انه كان عامل عمليه لنور في مصر بتتعالج، طلعت بدي اوزع يعني شغله هيك لله في الشارع، اوزع ميه لله، اوزع تمر عن نور بسلامتها انه عملت عمليه. فحلف نبيل اللي هو يوزع، جاب ميه وتمر على حسابه وصار يوزع للناس. كمان موقف ثاني كان في المستشفى نبيل في يوم من الايام وهو بصحته بخير، فلقى راجل يعني كبير في السن مسن مش قادر يدفع المصاريف تبعت المستشفى، والاداره بتحكي له انه ما بينفع لازم يتحاسب على الحساب. فنبيل يعني سريعا راح دفع الحساب عن الراجل المسن هذا وحاسب عنه وتكفل بكل اموره. فكتير مواقف يعني سبحان الله بتضلها ذكرى جميله لنبيل. كتير شغلات عملها بنسمعها من الناس، بننصدم فيها، بنتفاجأ،
انه شاب في عمر نبيل يعني كان يعمل كثير خير، كان يعمل كثير شغلات كويسه قبل ما يتوفى، ونسال الله انه نحتسبه مع الشهداء والصديقين ان شاء الله. كان طالع عامل عمره، طلع على السعوديه وعمل عمره وكمل نص دينه وتزوج، كان له تقريبا عريس 4 شهور، فان شاء الله عريس في الجنه. وقد ما نحكي عن نبيل الكلام بصراحه ما بوفي حقه. انا حابه اعزي عمته بنبيل، الله يصبرك يا عمتي، يعني فوق انه ما هو توفى كمان بعيد عنها وما قدرتش تودعوا، ان شاء الله بكون لكم شهيد الغربه ان شاء الله يا تعالى، لانه اللي بموت مبطون بمرض او بموت غريب ديار، غريب عن اهله، بعيد عن دياره وعن بلده، ان شاء الله انه يجعله من الشهداء والصديقين ان شاء الله. فطبعا الناس كانت يعني بتسالنا انتم ليش غايبين؟ ليش ما بتصوروا لنا؟ يعني بصراحه النفسيه ما كانت مساعده، بس زي ما انتم شايفين كيف الدنيا هنا عندنا في غزه صارت خضار، ان شاء الله دائما هيك يكون في خير عندنا في غزه. طبعا ضايل الايام ان شاء الله وندخل على شهر رمضان، ان شاء الله ربنا يجعله شهر خير ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، مع انه احنا فقدنا نبيل، بس يا رب نتمنى انه ما نفقد حدا ثاني من احبابنا، لانه احنا ما زلنا هنا في غزه كل يوم في طبعا الضرب شغال على طول، الجيش طبعا قريب منا جدا، تو احنا بنصور صار في اللي هو ضرب اطلاق. ربنا يبلغنا رمضان ونكون احنا بخير وانتم بخير. وشو حابه تحكي بمناسبه رمضان؟ ان شاء الله يكون شهر الخير علينا وما نفقدش حد ثاني يا رب. دعواتكم لنا في غزه، بنحبكم كثير، والسلام ختام.